وانا واقف عند العماره اللي كانت ورا دي، ضربت على واحد كان جاي في الاتجاه ده هنا كده عند البيت ده. بس لما جيت وراه ما لقيتهوش، مش عارف راح فين، وصراحه متوتر ومش قادر اتحكم في الشاشه كويس يعني. بص انا شفته، هو هنا اهو. بس المشكله بقى ان معاه كمان واحد واقف عند الشباك التاني جاي. يا نهار ازرق. ثواني يا عم، ما تخليك ورا يا حبك التبوش. يا نهار ازرق. السلاح خلص رصاص. استنى يالا، استنى ياض يخرب بيتك، استنى يا زفت، استنى يا زفت، اقعد ساكت بس، استنى ثواني ثواني ثواني. فين اللي كان هنا ده؟ ما تقولش بش عليا. يلعن ابو البوش ده يا عم، ده ايه الحظ ده؟ بس اقعد ساكت، اقعد ساكت. والله انا متوتر جدا، ده والله اتخضيت منه. السلاح خلص رصاص، شفت خلص رصاص امتى؟ ده ايه ده؟ على فكره لو ما كانش معايا مسدس في الوقت ده كنت مت. فانا اجيب ده بس كده. انا مش عارف ده بوت ولا بلاير بقى، بس يلا مش مشكله، اهم حاجه فنشه. اهم حاجه بس ان انا فنشته علشان عايز امشي من هنا بسرعه. في ورايا قناص هنا كده، انا خايف منه برضه. واحد معاه اسمه ايه ده، اللي بتاع الكار، واحد معاه كار هنا كده. بس قبل ما نكمل مع بعض الحلقه، حبيت افكرك بالاشتراك معانا هنا في القناه، علشان انت زي ما انت اخد بالك التفاعل عندي على القناه بسيط جدا ويعتبر معدوم. وكنت من فتره اعلنت ان انا هدفي الاول والاخير هنا ان انا اوصل ل 1000 مشترك خلال اقصر فتره ممكنه، وحتى قلت كده في الحلقه اللي فاتت. بصراحه كنت متوقع ان انا اكسر حاجز ال1000 خلال الفتره دي، ولكن للاسف ما حصلش. فيا ريت لو تسيب لنا لايك وتشترك معانا في القناه. بس كده لوت واتحرك بسرعه، ممكن يكون معاه حاجه مفيده. فعلا معاه ام 7، ده انا كنت محتاجه. اروح بقى اشوف مين اللي بيضرب هناك ده. اللي هناك دول بقى انا يعني واثق ان هما ممكن يكونوا لاعبين، ممكن. بس في الحالتين كده كده هيتقتلوا يعني، مش صعبة. واقف في البيت اللي قدامي ده، انا شفته واقف هنا كده. بس دي طبعا تكون حركة صعبة او قوية شوية ان انا ابش عليه في مكان زي كده، معاه كفر جامد. تقريبا هو ده الشخص اللي معاه القناص، فلازم اتعامل من هنا كده مثلا. ثواني كده. بس ما ظبطتش يا جدع، ايه ده؟ ما كنتش عامل حسابي كده، كنت مفكر ان هو هيجي بسرعة، بس كده كويس قوي. ابش بقى كده عليه. بس انا خايف يكون معايا حد تاني، فهرمي بقى مولوتوف من هنا خليه تشوي. خد اذهب الى الجحيم. خد ابلع ابلع انت واللي معاك. مش عارف بقى في حد معاه ولا لا، بس على اي حال انا عايزه يتفنش بس. انا كده كده هبش يعني، بس يلا مش مشكله. بص بقى هنا، بعد ما خلصنا هناك جينا هنا بقى على بوشينكي. الواد ده انضرب عليه من الخريطه كلها، ولغايه دلوقتي عايش مش عارف ازاي. هو جه الناحيه دي كده، فانا هنا بقى ايه مستنيه اهو. تعالى تعالى تعالى، بس اقول لك على حاجه. هيت شوت. طيب مش عايز تظهر، خد بقى مولوتوف، يلا زي بعض. ورينا بقى هتطلع ازاي. هو لو طلع كده هيموت وش يعني. اهو تعالى كده. يخرب بيتك، ده سرقه يا جدع، ده ايه ده؟ الناس دي اخده دكتوراه في السرقه. انا اول مره اشوف ناس زي كده. وفين اللي ضرب عليه ده؟ الضرب جاله من الناحيه دي كده. غريبه دي. الضرب جاله من البيت اللي ورا ده، فازاي جه هنا اصلا؟ وقعدت بقى بعد كده في بوشينكي منتظر التيم اللي كان بيضرب على الواد ده، او حتى الولد اللي قتله ده، اشوفه عشان اتفايت معاه او اقتله قبل ما امشي. بصراحه كنت متوقع ان ممكن يكون في ناس اكتر من كده في بوشينكي، وما لقيتش. حتى حاولت ان انا اطلع يمين شمال وفوق وتحت علشان حتى اعمل له اي ثغره كده اكتشف موقعه بيها، ولكن ما عرفتش. بعد ما دورت عليه كويس جدا في الاخر لقيته واقف فين؟ لقيته هنا كده. ده الولد اللي قتل الواد اللي كنت رميت عليه مولوتوف ده. بص واقف هنا كده. هو ده تقريبا، هو مش عارف هو او لا. يخرب بيت البتاعه دي يا جدع، ما بحبش انا المواقف دي. ثواني كده. بس يا صاحبي بالسلامه انت بقى. على اخر الجيم بقى ببص هنا لقيت في ولا جاي بالباجي دي، بس بقالي زمن ادور عليه بالسكوب وعمال يمين شمال فوق تحت احاول اكتشف مكانه، مش لاقيه. والله تقريبا يعني شكيت ان البيتش باجي ده جه هنا لوحده. يا جدع هيكون راح فين؟ اهو شفته. تعالى تعالى تعالى، بس اقول لك على حاجه. تعالى احطها عند البيتش باجي وهو يركب وانا اديها له زي كده على طول. اهو بقى ما كانش عامل حسابه لحاجه زي كده. اخدها هيد شوت يا عيني عشان تبقى تضايقني مره تانية.
اتفنش بقى يا عم، يعني حبكت اتفنش بقى. مش عايز يثبت يعني، كده كده هفنشك يعني، ما انا معايا ام 416. كويس جدا. بص بص، تعال نشوف الاعاده كده، تعال نشوف الاعاده. بص الولد يعني ركب ما اخدش باله، بيبص لقى الطلقه جايه في دماغه. ذمتك ما جامده؟ اكتب لي رايك فيها تحت في الكومنتات، على فكره عجبتني بنفسي فما تنساش بقى، ها. يلا بينا بقى نشوف مين تاني. وبعدها كنت عارف ان مفيش حد تاني هنا في المنطقه دي، فقررت ان انا انزل واشوف اي مكان تاني اقعد فيه يكون فيه بقيه الناس اللي متواجدين معانا في الجيم. ولكن قعدت ادور وما لقيتش حد خالص غير بعد زمن كبير جدا من البحث، لدرجة إن أنا شكيت إن ممكن اللعبة تعمل معايا زي ما عملت مع أغلبية اللاعبين، ويطلع في الآخر الخريطة ما فيهاش حد غيري أنا، وزدون يقفل عليا ويموتني وبس. وفعلا ده اللي كان ممكن لأي حد إنه يفكر فيه في موقف زي ده، لأن دورت كتير جدا وما لقيتش أي حد من اللي كانوا موجودين معانا، وقعدت أدور وأروح يمين شمال وغيره وما لقيتش حد خالص. وبعد فترة كبيرة جدا من التنطيط والجري، في آخر الجيم خالص بقى لما كان الزون قتل بقية اللي موجودين معانا كلهم، وانا ساعتها كنت متاكد ان هم بوتات، لقيت اللاعب الاخير كان جاي بيجري ومش اخد باله من الناس اللي حواليه، فقتلته بس كده. وعلى فكره انت محظوظ لانك مش هتشوف المقطع كامل، انا قصيتهولك. يا جماعه والله زهقت، اقسم بالله زهقت، والله زهقت. ايه ده؟ هو فين الواد ده وفين الناس الباقيه؟ فين الاتنين دول؟ انتوا شايفين الزون بقى عامل ازاي؟ ده ايه ده؟ هو مش ناوي يظهر بقى؟ اهو تعال، بس كده خلاص. كده بقى واحد بس، يا اما الزون يموته او انا اموته. الزون قتله مفيش مشكله، كده حلو جدا. ده برضو اللي انا كنت متوقعه، ولكن صراحه كان جيم رخم باسلوب مش مفهوم، وبالاخص الجزء الاخير منه كان حاجه صعبه الصراحه، كان حاجه صعبه. على اي حال هي دي كانت حلقه النهارده، مع انها كانت فعلا حلقه يعني زي ما تقول نوعا ما مختلفه شويه، بس لو في حاجه تانية افكرك بيها هي الاشتراك، لان زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت كنا عايزين نوصل ل 1000 مشترك خلال اقصر فتره ممكنه. فتاني بفكرك بالاشتراك والانضمام لقناتنا، سيب لنا كومنت حلو، اشوفك في الحلقه الجايه.